سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم غالياتي، مرحبا بكم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وتكون وليداتكم بخير، صحتكم بخير، ناس داركم كامل بخير، والديكم ما تنسوش والديكم خياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم بفيديو جديد، فيديو تاع اليوم مهم لكل ربة بيت وخاصة للأمهات. نقول لك حبيبتي ولا أختي، إذا تعبتي من سؤال نفسك ولا عائلتك واش نطيب اليوم، يعني كامل حنا نسا ملي نوضو وحنا واش نطيب اليوم، واش ندير فطور، واش ندير غدا، واش ندير مع القهوة، يعني هذا السؤال راه هالكنا حقيقة. كما قلت لك، إذا كنت من الناس اللي تسقسي نفسها وتسقسي عائلتها كل يوم واش نطيب اليوم، في هذا الفيديو ليك حبيبتي. جبت لكم اليوم المنيو تاعي ل10 أيام، فيه أفكار رائعة، أكلات متنوعة صحية والغير صحية، يعني اللي عندها أطفال أكيد تقريبا الأكل تاعها يميل شوية للأكل الغير الصحي. أوكي، خاصة للأمهات كما قلنا اللي عندها أطفال كي حالتي يتشرطوا عليها ما ناكلش هذه، راكم عارفين كامل الجيل تاع هذا الوقت. بلا ما تضيعوا وقتكم كل يوم في التفكير، جيت نقترح عليكم جدول وجباتي على حسب قضياني اللي كنت شاركته معكم. يعني أنا كيفاش ندير، نروح نقضي القضيان تاعي من الخضر واللحوم، ومن بعد نحكم هكا على البروغرام تاعي ونديروا 10 أيام، نديروا 15 يوم، نديروا 20 يوم. تقريبا نبدأ بالعشر أيام الأولى، علاه لأنه زوج مور 10 أيام ديما يخطف حاجه، اما يجيب لي سردين، اما يجيب لي سكالوب، اما يجيب لي فيونداشي، اما يجيب لي هذاك الدجاج تاع البرازيل اللي راكم شايفينه يعني اللي دخل بقوه. كل خطره يجيب لي حاجه، يعني انا ديما نغير في المني تاعي، معليش انا نكتبه نحطه قدامي، وقت اللي جاب لي ديك العفسه نطيبها هذاك النهار ونتم في المني تاعي عادي على حسب القضيه تاعي. اوكي خياتي، انا هذه هي الطريقه اللي نمشي بها. وكذلك ما نسيتكمش في القهوة، حتى القهوة وشاركت معكم واش نمدلهم. أنا سورتو القهوة تتلف لي ديما، لأن ولادي يحبوا يشربوا القهوة صباح والقهوة العشية، خطرة حليب بالشيكولا، خطرة قهوة، خطرة نعناع، نبدلهم كل خطرة نسي نغيرهم. كما قلت لكم أنا النظام الغذائي اللي متبعاته مع ولادي نمدلهم كلش خياتي، نمدلهم الأكل الصحي والأكل الغير صحي، لكن بجرعات كما يقولوا. ما نمدلهمش، شوفوا من نحي عليهم كل شيء، ما نمدلهم كل شيء. كما قلت لكم خاطر نبازيهم على الفاكهه، ومن بعد الشهر اللي بعده نوع لهم، ندير لهم سلطه، والشهر اللي بعده ندير لهم لحوم، وكل خطره هكذا باش ما يملوليش وما يكرهوليش من الماكله. ما نكذبوش على روحنا، الماكله تاعنا رجعت روتين يومي، يعني رانا نوضوا نخمو واش نطيبوا الفطور ونخمو واش نطيبوا العشاء. حتى هما كرهوا وملوا يحبوا دائما هكذا العفايس الخفاف اللي فيهم القوليان بزاف، وحنايا ما نكذبوش على روحنا خياتي، هذه السخانه وهذا الصعد ماناش نقعدوا بزاف في الكوزينه، يعني نشوفوا غير الحاجه اللي تسلك علينا وما تكون بنينه وتنفع وليداتنا ونحسوهم باللي كلاو من كل شيء والحمد لله. شوفوا خياتي، هذا الجدول تاعي اللي جيت نتقاسمه معكم بلا زوخ وبلا فوخ. انا ما نقولكش نطيب كل يوم باللحم، ولا نقول لك نطيب كل يوم بالدجاج، ولا كل يوم ناكل السردين. شوفوا كيما نديروا كل اسبوع، ويعني راني راح نشارك معكم روتيناتي الاسبوع هذا والاسبوع اللي جاي واللي بعده الى كتب ربي وطوالة الاعمار ان شاء الله وخلنا ربي من الحيين. راكم راح تتاكدوا انه الجدول على حسب قضياني كيما نديرو في الكراس لهنايا. كل خطره كيما نقولوا اليوم كملت عشايا، غسلت معيني، غسلت اسناني، صليت العشاء تاعي، حكمت بلاصتي، نروح نكبد غدوه واش عندي، خلاص نبروغرامي غدوه فطوري وعشايا والقهوه تاعي. اوكي هكا ندير خياتي. اوكي هذا الجدول حبيباتي كما قلت لكم بلا زوخ وبلا فخ، وكما يحبوا ولادي، وعلى حساب جيبي، وعلى حساب قضياني، وعلى حساب ميزانيتي. ما نروحش نجيب لك انا وجبه من هاك ووجبه من هاك نقول لك هاشا ديري وهاشا ديري، لا الحاجه اللي ناكلها انا ولادي جيت نتقاسمها مع اختي. اذا نفعتك اديها وتوكلي على ربي وسي ديري كيما انا، واذا ما نفعتكش غيري فيها عادي، هذا موش قانون ولا دستور ولا. شوفي انتي وليداتك واش يحبوا، حكمي الجدول تاعك وست فيهم سيتو، وعلى حساب القضيه تاعك، ما تهلكي جيبك، ما تهلكي تفكيرك، وتقعدي مستراحه السمانه كامله. واش نقول لكم خياتي، تابعوني للاخير وشوفوا كيفاش تقدروا تنظموا وقتكم
وتربحوا راحة بالكم طيلة 10 أيام ولا حتى شهر ولا كل واحدة وكيفاش تحب. يعني على حسب الراجل كيفاش يقضي لك. إذا كان الراجل يقضي لك بالأسبوع ديري القضية نتاع الأسبوع، إذا كان يقضي لك بال15 يوم ديري الجدول تاع 15 يوم، وهكذا دواليك. يعني على حسب الراجل تاعك وعلى حسب العائلة تاعك وعلى حسب وليداتك واش ياكلوا ديري جدول وجباتك الأسبوعي. أوكي، أنا ما نفرض عليك واحدة أخرى ما تفرض عليك، أنا نمد لك أفكار تلهمك وتنقص عليك التفكير والحيرة. اوكي، راح نبداو. اوكي، كراسي كامله بخرب شوفوا تسيبوني غير هكذا مع الحسابات. هاوليك الجدول راح نتقاسموا معكم يوم بيوم. راح نبداو على بركه الله. بسم الله. اوكي حبيباتي، شوفوا هاوليك جدول وجباتي لمده 10 ايام. يعني بدينا من الجمعه وكملنا الى كتب ربي ان شاء الله نكملوا بالاحد. هايليك نكملوا بالاحد. راح نبدا معاكم الجدول الوجبات بالتفصيل. اوكي غالياتي، على بركة الله راح نبداو الجدول وجباتنا ل10 ايام ماشي لاسبوع. يعني انا ديما ندير ب10 ايام ولا 15 يوم. هذا المرة درت جدول وجبات ل10 ايام. نبداو بنهار الجمعة ان شاء الله باذن الله. راح ندير الطعام بالعنب وحبة تاع رمان. الطعام بالعنب والرايب ولا البن وحبة رمان هذه في الفطور. القهوة ندير مغيز، لانه انا دائما بالجمعه الصباح ندير مغيز صباح القهوه. يعني نزيد الحشيه. يعني واش يبقى لي مغيز، اما نطيبه كامل ونزيدو الحشيه، وخطرات لا نخلي العجينه هكذا نديرها في ساشي في الفريجيدير، والحشيه نعاود نخبزها ونطيبها عادي. اوكي، يعني القهوه صباح شربنا القهوه بالقهوه والمغيز، والحشيه ثاني كنشربوا القهوه بالمغيز، لانه اصلا الطعام يجوع خياتي. انا وليداتي يفطروا الطعام بكري، وراكم عارفين يفطروا قبل صلاه الجمعه باه يروحوا مع الزوج لصلاه الجمعه. ديجا كي يجوا جيعانين الزوج ثلاثه يحبوا حاجه اللي تشبعهم. يعني ومكاش كيما المغيز يشبعهم، المغيز ولا كسرت الرخصيص كما تقولوا لها انتوما. بالنسبه للعشاء اخياتي وما نكذبش عليكم، شوفوا واش راح ندير وواش موالفه ندير. ما نكذبش على خياتي، البن اللي كان زايد لي من الطعام نزيد نغلي معاه البيض مغلي، الفرماج، زيتون اسود، والعنب ثاني اللي زايد لي من الطعام. اوكي، شوفوا بيض مغلي، البن، الفرماج، زيتون اسود، العنب، والخبز يديروا لي ساندويش بيض مغلي مع الفرماج، ونحط لهم كاس تاع البن وشويه تاع زيتون وشويه تاع عنب، والحمد لله يا ربي يتعشاو ويكونوا شبعانين ويرقدوا متهنين، واكل صحي وخفيف. بما انه السردين نقص البري تاعو، فاللي ماكلاش السردين دروك خياتي راه مراطي. يعني يجيب انا راه يجيب لي ب2 كيلو نخدم وندس السردين راه بالبري شباب. يعني الزوالي اللي ماكلاش اللي ما ياكلش السردين في هذا الوقت، يعني ما شكيتش لي يزيد ياكلو ذاكم عشتها يزيد يغلي. الناس كما راهي تاكل السردين خياتي راه يدير 10,000 للكيلو. يعني الناس راهي تبرد، والسردين راكم عارفين كامل الفيتامينات تاعو. انا ما نكذبش عليكم، يجيب لي كونتيتي 30,000 40,000 ويخلط لي بين السردين تاع القليان وبين السردين تاع الدولمه. شوفوا خياتي اللي حبته كبيره نخدمه نقيه ونخليه على جهه للقليان، ونصو نقيه كامل نحيلو العظام تاعو كامل ونقيه كامل، وندلو الخل وندلو الليم ونصفيه ونديرو في بورت مونجي ونديرو في الكونجيلاتور باش ندير به الدولمه نهار واحد اخر. اوكي، هذه هي طريقتي في السردين خياتي. ديما يخلط لي السردين الخشين مع السردين اللي رقيق شويه. بالنسبه للسبت، بما انه السبت كامل قاعدين يبقى انا ديما ندير كاطو اللي يقطع لي. هذا المره راح ندير كاطو سنيوه كما تعودتوا عليا، ب4 حبات بيض مع القهوه، نديرو بالشوكولا، نديرو بنوات كوكو راهم عندي، نديرو يشد لي حتى يومين 3 ايام. للحشا ان شاء الله الا كتب ربي الحشا ان شاء الله عندي بيري بطاطا، لان ولادي كامل يحبوا البيري، وشرائح سكالوب محمرين. ديجا راكني تقاسمت معكم باللي جاب لي طخونشه كبيره تاع سكالوب، نقصها شرائح نحمرها في المقلاة ولا في الكوشه مع شويه تاع بصل وشويه تاع حار وشويه تاع فلفله، ونحطها مع البيري كيما الدراري نديرها لهم وحدهم، ندير لهم بيري مع سكالوب محمرين. وانايا نحب نديرها انا والزوج بالبصل وبالحار، تجي بزاف بنينه. نروحوا لليوم الموالي اللي هو
يوم الأحد. أنا يوم الأحد كي نكون قاعدة ندير فيه الطاجين، ديما ندير فيه طاجين صيف ولا شتاء. اوكي الحد ان شاء الله راح ندير طاجين الجلبانه. راهي عندي الجلبانه في الكونجيلاتور بلي بول تاع الدجاج، راني راحيه شويه هكا كونتيتي تاع زدر دجاج راني راحياتو. راح نديرو دي بول مع سلطه تاع خيار اذا كان الكونتيتي مليحه. اوكي ما كانت الكونتيتي مليحه ندلو مقله تاع بطاطا، نزيدلو مقله تاع بطاطا مع سلطه، حبه خيار حبه طوماطي شويه بصل شويه زيتون شويه ذره، والحمد لله يا ربي. بالنسبه للقهوه ثانيك عندي كاطو سنيوه قلت لكم انا يشد لي يومين الماكسيموم 3 ايام، مع قهوه حليب العشيه يستقهوى بها. ولا هنايا في العشاء واش تبقى لي من الطاجين، هاي ليك واش تبقى لي من الطاجين نزيد معاه سلطه فلفله مشويه مع بيض مغلي ومع العصير. كما قلت لكم خياتي واش تبقى لي من الطاجين تاع الجلبانه وليبول تاع الدجاج، وكذلك اذا كنت قليت البطاطا المقليه واش تبقى لي نسخنو ونزيد معها فلفله نشويها في الكوشه نقطعها نديرها مع الطوماطيش ومع البصل ومع الزيتون ونزيد معها بيض مغلي وجي والحمد لله يا ربي. هذا هو عشاء ان شاء الله ليوم الاحد. بالنسبه ليوم الاثنين ان شاء الله اذا اكتب ربي غدايا راح يكون لاصوب تاع خضره، ندير فيها حبه قرعه حبه بطاطا حبه زروديه شويه تاع كوابه، نص حبه تاع لفت قزبر معدنوس رندي، يعني واش عندي خضره نحط فيها. وندير فيها دوك لي كاركاس تاع الدجاج، يعني الكركاسه تاع الدجاج كي بعد ما رحيت الزدر تاع الدجاج نخلي لي كاركاس وحدهم مع داك الظهر والعناق وكامل نديرهم وحدهم، ندير بهم هكذا لاصوب تاع الخضره. يعني نديرهم ندسهم في الكونجيلاتور. كل ما ندير لاصوب تاع خضره ندير مورسو واحد خياتي مورسو باش تجيني لاصوب بنينه. كما قلت لكم خياتي لاصوب تاع الخضره كامل اللي عندي مع هذيك لاكاركاس نخليهم يطيبوا، ومن بعد ندير فيهم حبه تاع فرماج ونميكسي لاصوب تاعي، وندير معاها ميني بيتزا راهي تخمر. ندير العجينه تاع البيتزا راهي تخمر، ولاصوص طوماط راكم شفتوني ديجا راني خدمتها، نخدم هكا لاصوص خفيفه بالخف ونخدم بها ميني بيتزا. وانا ولادي ما يحبوش البيتزا بالدجاج ولا بالمرقاز، ولا يحبوها غير بالفرماج، يعني ما ندلها والو، لاصوص طوماط شويه تاع فرماج حبه زيتون شويه تاع معدنوس ندير عليها من الفوق وندخلها للكوشه فقط. ان شاء الله هذا بالنسبه للفطور. بالنسبه للقهوه خياتي مش راح ندير قهوه نهار الاثنين ان شاء الله يكتب ربي، بما انه الفاكهه راه عندي نحكم طبسي تاع فاكهه فيه شويه تاع خوخ شويه تاع عنب 2 حبات ولا حبه ولا على حسب واش كان عندي، الخوخ العنب البعويد ونزيد الرمان نقيهم كامل خياتي، نقيهم كامل نقطعهم ندير مورسو هكذا صغار، وكل واحد نديرله طبسي وكل واحده نديرلها لابواط تاعها تاع لاكريم. انا ديما كيجيب لي في السمانه يجيب لي باطه ولا 2 تاع لاكريم نقيسها في كونجيلاتور، نحط لهم هكا لي فيغين تاع الفلون اللي نخدموا فيهم الفلون نعمر لهم باللاكريم، نحط لهم لاكريم ونحط لهم كل واحد طبسيها تاع الفاكهه وهي بنجت وشبعوا والحمد لله ما كاش كيما الفاكهه خياتي. بالنسبه للعشاء واش راح ندير تشكوكه فلفل طماطم وبصل، نخدم تشكوكه عاديه. اذا كانت كيما زوج ما يحبش ياكل تشكوكه وحده خياتي يبقى لازم دائما نزيد له حبات بطاطا مقليه كم شايفين، ومع الميني بيتزا اللي زيدت لي اصباح. اكيد انا البيتزا ولا المعجنات ما يبقاوليش خياتي مهما كانت صفتهم، يعني نديرهم هكا نديرهم معمرين نديرهم، المهم المملحات ما يبقاوليش ولادي يحبوهم بزاف. كما قلت لكم بالنسبه للعشاء تاعي ميني بيتزا اللي زيدت لي مع تشكوكه فلفل طماطم وبصل وحبات بطاطا مقليين للمسيو. اوكي بالنسبه ليوم الثلاثاء ندير عدس احمر شويه خضره اللي عندي مع شويه تاع عدس احمر، ومن بعدين نميكسيهم بشويه تاع زيت الزيتون وشويه تاع فرماج. انا ديما كي ندير زيت الزيتون نزيد شويه الفرماج باش ولادي ما يحسوش بزيت الزيتون، في حين الزوج لا يحب هكا يحكم زيت الزيتون يفرغوا كامل العدس الاحمر وياكلوا مع سلطه بيطراف. قلت لكم باللي البيطراف نخدموا بالبصل والثوم والمعدنوس ونديروا في بورتمونجي، وكل خطره نزيدوا هكا مع سلاده خضره ولا مع خيار ولا مع كل خطره مع من نديرو. هاد المره نديرو سلطه بيطراف نديرها وحدها ولا نغلي معاها حبه ولا 2 تاع بيضه مغلي هكذا ونحطها نشبح بها.
بالنسبة للقهوة إن شاء الله بإذن الله راح ندير لهم صبيعات العروسة، هما يحبوهم مع النعناع خياتي. ندير شوية نعناع وندير لهم صبيعات العروسة ونزيد باش يبقاو لي الغدوة إن شاء الله. يعني نحط لهم طبسي، والطبسي زعوج نديرو في بورتمونجي ونخليه الغدوة إن شاء الله إلا كتب ربي إن شاء الله. بالنسبة للحشا راح ندير برويل بالبن، أنا ولادي يحبوا البرويل، ويعني ما يخطينيش ما نكذبش عليكم، كل 10 أيام كل 15 يوم هما نديروا خطرة في 10 أيام هكذا. ولا البرويل بالبن هو طعم لك حلو ولا الحموم كما نقولوا خياتي. بالنسبة للأربعاء إن شاء الله إذا كتب ربي فطوري راح يكون سباغيتي بالمرقاز، أنا ولادي من عشاق سباغيتي، وكما قلت لكم ديما كل ما نشري المرقاز نقلع 2 حبات نحطهم على جهة للسباغيتي. كل ما نشري خياتي مرقاز ولا سكالوب نقلع هكا شريحة ولا 2 تاع مرقاز نحطهم في الكونجيلاتور. كل ما ندير سباغيتي نجبدهم ونزكي بهم لاصوص باش تجيني بنينه. بالنسبه للقهوه ان شاء الله السيجار تاع اللي درتو ب3 ان شاء الله مع قهوه نبدل لهم ماشي نعناع ندير لهم قهوه. وبالنسبة للعشاء خياتي شفتوا هنايا قلنا بالسبت درنا السردين مقلي، نبعدوا شوية باش ينساو السردين، نروحوا لاربعة ان شاء الله في الليل هذاك السردين اللي نقيناه، لانه انايا نخاف السردين يعني في الكونجيلاسيون نخاف نفوت عليه الوقت المسموح في التجميد تاعو، ونخاف يفقد القيمة الغذائية تاعو ولا الفيتامينات اللي فيه. لذلك ما نبغيش نكونجليه بزاف، يعني في السمانة في نفس السمانة ناكلوه هكا دايره مع السردين خياتي. في حين اللحم ولا الدجاج ما خليش يفوت لي 15 يوم هكذا 10 ايام ولا. لكن السردين خياتي في سمانتو ناكلو ما نخليش. اوكي واش ندير دولمة سردين نديرها كويرات هكذا نقليهم، ولا صوص طوماط راكم شايفين بلي خدمت لاصوص طوماط يعني راهي عندي واجده، نجبد ديهم بواط نخدم لاصوص طوماط ندلها. يعني انا تاعي راهي من السما ما نقولهاش بزاف، نزيد لها غير شويه تاع ما ونخليها حتى تعقد، نقيس فيها هذوك لي بولات تاع السردين تجي بزاف بنينه خياتي مع شويه تاع قزبر وشويه تاع معدنوس تجي بزاف شابه. وندير سلطه خيار، كي نقول لكم ندير سلطه خيار خياتي ندير غير حبه تاع خيار وحبه تاع طوماطيش وشويه تاع زيتون كحل شويه تاع بصل وشويه تاع عذراء. هذه هي السلطه تاعي، مش نروح ندير 2 حبات تاع خيار ولا 3 ولا لا. هذا هو عشاء اليوم الاربعاء. نروحوا لليوم الخميس. وبالنسبة للخميس يعني نهاية الأسبوع ولا الويكاند تاعنا، يعني كامل الأمهات يبغوا يقلشوا وليداتهم هذاك النهار، والأزواج يعني يكونوا قاعدين يبغوا ياكلوا عفسة هكا شابة في الدار. يبقى أنا الخميس دايما عندي تقريبا هذا الكاراتيكا دايما بالخميس عندي، ما نكذبش عليكم خياتي، هذه تقريبا راهي كيما القانون كيما الطعام ولا الرشدة بالجمعة، حتى الخميس راهي الكارانتيكا راهي تقريبا كل سمانة مع الخضر اللي عندي خياتي، شوية بصل شوية خيار شوية طوماطيش شوية فلفلة خضراء شوية جزر شوية بيطرف كلش خياتي نقبضو كامل نقطعو بتيدي يعني مرسوات صغار، نزيد عليهم شويه تاع ذرة حبه تاع بيض شويه مايونيز ونحط لهم بلا معمر خضره مع بلا تاع كارانتيكا والهريسه. ولا اذا كان عندي الهريسه نحط هريسه، اذا ما كانش عندي الهريسه نشوي له 2 قرونه تاع حار ونحطهم له مع سلطه باش ياكلها مع الكارانتيكا. والقهوه عندي لي كريب شوكولا كيما قلت لكم خياتي، لي كريب نخدمهم عادي فاني ولا نخدمهم شوكولا، نعمرهم بالشوكولا تختيني، راه عندي شويه تاع حلوى الترك نقيسهم فيها ندير فيها شويه تاع حلوى الترك ونلويهم نديرهم على شكل سيجار ونفوت عليهم هكذا بخطوط من التوبينغ. عندي توبينغ شوكولا ولا توبينغ كراميل نخلطوا لهم ونحطوا لهم كاس تاع جي وهما شربوا قهوتهم، يعني هذه قهوتهم ما نديرلهمش قهوه ولا نديرلهم نعناع ولا نديرلهم حتى حاجه، وهما شبعوا اكليشتهم كما نقولوا. بالنسبه للعشاء تاكوس، يا اما نكون خادمه ديجا العجين ما قبل كي نكون ندير صباح في الكارانتيكا. كما عارفين الكارانتيكا سهله مهله، يعني خلطي وديري في الكوشه وخليهم يطيب. الكارانتيكا راهي يطيب في الكوشه، وانا راني درت لاباط تاع لي كريب تاعي طيبتها ونحطها على جهه نغطيها بطخشون ونديرها في ساشي ونخليها العشيه ان شاء الله كي نوضوا على 4 ولا العصر هكا كنصلي العصر تاعنا نروح نعمرها بشوكولا نديرها كيما قلت لكم. راه عندي شويه تاع حلوى تركي، الا كان جاب لي البنان ندير لهم حبه بنان، ما كانش جاب لي عادي شويه تاع حلوى ترك نلويهم على شكل سيجار وندير لهم توبينغ بالكراميل ولا بالشوكولا مع كاس تاع عصير وهي افرات.
هذه هي قهوتهم تاع العشيه. نروحوا للعشاء. التاكوس كيما راني راهي عندي الشاورما وراه عندي فرماج، نقلي شويه تاع بطاطا وشويه تاع شلاضه ونخدم لي تاكوس تاوعي ونديرهم في البانينات، وهما اتعشاو عشاء يموتوا عليه خياتي. لي تاكوس ولا الهامبرغر ولا البيتزا يبغوهم وليداتي انايا. يبا كيما قلت لكم هاني ديجا درت البيتزا وزاد درت التاكوس، وباينه بلي السمانه اللي بعدها ولا ندير الهامبرغر، اما نخدمه في الدار ولا خطرت نشريه. ما نكذبش عليكم خياتي، كيما التاكوس كنت نخدمه في الدار وحاليا مانيش نخدمه، يعني راه يدير غير 15 ميل. نروح نشري باكيه فيها 10 حبات، نهار اللي يكون قسطويا ونهار اللي يكون مليحه وعلاز ما عنديش واش ندير نروح نخدم لاباط فايتي، نخدم الخبز تاع التاكوس وندسو. ونهار اللي ما يكونش بالي في بلاصتو ولا نكون اعلاز، ما نكذبش عليكم خياتي، باكيه ب 15 ميل وفيها 10 حبات وانا درت لهم لي تاكوس تاعهم. اوكي نروحوا للنهار اللي بعده واللي هو نهار الجمعه. الرشته باللفت، انا وليداتي يموتوا عليها. راكم شفتوا بلي راه جاب لي اللفت، يبا ندير الرشته باللفت والقرفه والدجاج، وهذا هو افطوري الى نهار الجمعه ان شاء الله. بالنسبه القهوه ندير لهم حاجه كما قلت لكم، انا وليداتي يفطروا ديما نفطرهم بكري قبل الجمعه باش يدوشوا ويروحوا للجامع مع باباهم وكامل. يبا كي يجوجوا ديما جواع زوج ثلاثه يجوعوا، ندير لهم كي نصلي الجمعه تاعي ندير ذاك الذره نقسم لهم حبات ونديرو يغلي، وهذيك هي الماكله تاعهم، او هذيك هي قهوتهم الذره. واذا كانوا جاعوا على 4 ولا 5 ولا هكاك ندير لهم قهوه وندير لهم غيز ولا ندير لهم كاش عفسه. بالنسبه للعشاء، انا العشاء تاع الجمعه خياتي نعجز عليه. العشاء تاع الجمعه ما على باليش الا كامل كيما انايا، ولا كي ندير طعام صباح ولا ندير رشته العشيه نعجز على العشاء. واش نروح ندير بطاطا مقليه بالبيض يموتوا عليها ولادي ويموت عليها الزوج تاعي، وانا اخر حاجه نبغيها يعني نكرهها خياتي. متكون طيبتها بزاف وهما يحبوها بزاف ويدوموندوها بزاف نكرهها. بطاطا مقليه بالبيض وسلطه خضره فاني مقطع رقيق ولا سلطه خيار. واش كان عندي في الفريجدار سلطه نغسلها ونديرها لهم بشويه تاع مايونيز وشويه بيض مغلي وهي افرات، وشويه ذره وشويه زيتون كحل وهي افرات. بون كملنا مع الجمعه. هاوليك باش ديروا كابتير هكذايا قبل ما نروحوا للصفحه اللي بعدها. ليك اللي تحب دير كابتير هذا لمدة الجمعة، السبت الحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة، يعني مدة 8 أيام. نروحوا لليوم التاسع واليوم العاشر نشوفوا واش عندنا فيه إذا كتب ربي. اوكي بالنسبه لليوم التاسع واليوم العاشر، السبت ان شاء الله اذا كتب ربي. كما قلت لكم انا السبت عندي اما سردين اما حوته. شوفوا خياتي، اذا كان جاب لي سردين نخدم السردين عادي، كان جاب لي حوته نخدم الحوت. هو تقريبا يجيب لي هذاك الحوت هذيك الحوت اللي يجي صغير، يا اما يجيب لي 2 حبات يا اما يجيب لي حوته مش كبيره بزاف خياتي، يعني تاع 100 ميل. هو يحب الحوت بزاف في الكوشه، يبا يجيبو ندير حوته في الكوشه مع بطاطا محمره وندير لهم سلطه تاع خضراء. وكراكم عارفين حاجه كي ديروها في الكوشه سوا ساردين سوا حوته تخدموا لها التتبيله من قبل، ديروا البطاطا ديروا البصل ديروا شويه فلفل ديروا قرن حار ديروا شويه تاع رند وديروا قزبر ومعدنوس تاعكم وديروا الحوته تاعكم ديروا لها التتبيله تاعها وتغطوها بالبابي وتدخلوها للكوشه. اوكي في الوقت اللي ندخلها انا الكوشه نخدم شكشوكه باش ندير بها العشاء. ديما عندي هكايا كي نكون راح ندير خبيز ولا ندير فيس ولا. بالنسبه للقهوه خياتي نخدم كيما قلت لكم الحوته راهي طيب، ندير التشكشوكه راني نخدم فيها فوق النار، وانا راني نعجن في العجينه تاع الخبيز والرفيس باش ندير خبيز وندير الرفيس ولا الملوي ولا المسمن ولا كيفاش تسموه نتوما. نحكم كامل العجينه تاعي نخدمها ونخليها تريح، وبعدين نبدا نطيب بالواله نخليهم نخدمهم على هوايه، نروح نديرهم في الروبو نرحيهم نديرهم رفيس نخليهم يبردوا وندسهم في الكونجيلاتور. ندير 2 سواشي ندير 3 ما نزيدش خياتي، يعني ما نقويش بزاف على روحي في الكونجيلاسيون، يعني ما نبغيش بزاف صوالح اللي تكونجلاو بزاف. ندير ساشي ولا 2 ماكسيموم 3 سواشي تاع رفيس، يعني ندير قد طبسي نقسم قد 3 طباسه ندسهم في الكونجيلاتور. وبعدين الحبات التواله نديرهم خبيز نطيبهم ونخليهم باش يشربوا بهم قهوه العصر، يعني السبت ان شاء الله الخبيز للقهوه العصر.
بالنسبة للحشا شوفوا خياتي، إما هذه إذا كانت العجينة زاكية يعني وقطعت لي، ما نكتبش عليكم خياتي على هواية نروح نزيد المحاجب التشكشوكة راهي طايبة، نجبد نخلي شوية تاع عجينة نديرها دواوير، نديرها في سنيوة ونخليها تريح. العشية نحكم دوك الدواوير تاوعي، نفتحهم نحلهم ونعمرهم بالتشكشوكة ونطيبهم محاجب وهما تعشاو، قرع قز وهما تعشاو. إذا كانت ما زايدت راهي عندي لاباط فايتي في الكونجيلاتور، نجبدها كيما نقولوا، نجبدها هكا كالمقيل ولا نخليها تدي كونجلا، نعمرها بالتكتوكه اللي خدمنا لها وشويه تاع فرماج، ونديرلها حبات زيتون من الفوق مع قرعه جازوز وهي فرات. اوكي خياتي، المحاجب يعني السبت ان شاء الله اما ندير محاجب، اذا ما درتش محاجب ندير بيتزا كوفر يعني عجاجا. اوكي، بالنسبه لي الحد اللي كتب ربي ان شاء الله. شوفوا خياتي واش راح ندير كباب جواز، كباب كامل تعرفوه، حمص، بطاطا مقليه، قرن تحار، هاكم عارفين، شويه تاع دجاج مع سلطه بيطراف. انا ولادي يحبوا البيطراف، مع بما انه جاب لي البيطراف يعني ما نخليش يقعد لي. ولا هنايا للقهوه نجبد الرفيس، نجبد ساشي من داك الرفيس اللي درتو، ندير لهم بالحسال بالمكسرات اللي عندي ونحط لهم يشربوا به القهوه تاعهم. بالنسبه للعشاء خياتي، الجواز هذا اللي كان زايد لي بطاطا، حمص، زروديه، ندلو نروح نحكمه في بلا، نزيد عليه شويه كريم فريش، شويه حليب، شويه بيض، شويه فرماج اللي تربى، شويه فرماج تاع الميزان، ونخلطهم كامل ونديروه في البلا، وندير عليه فرماج ربي وندخلوه في الكوشه، وتخرج لي ابن كراتا ذقتوها بحياتكم خياتي. بالك كامل تديروها هذه. اي الكباب ديما ولا الزيتون كي تزايد لي بيه بالمرقه تاعو بكلش، نحكم داك الدجاج نفتو كامل بيه بالمرقه تاعو بكلش، نضيف له غير لا كريم فريش وشويه تاع حليب كيما قلت لكم، وشويه تاع بيض وشويه تاع فرماج، ونديرو يطيب يجي بزاف شباب، ونزيد معاه حبه خيار وحبه طوماطيش نخدمهم اشلاطه. اوليك ثاني اذا حبيتوا ديروا كابتير على اليوم 9 واليوم 10 هايليك خياتي. وهذه كانت وجباتي ل10 أيام جاهزة ومنظمة. جربوها خياتي اليوم قبل القدوة، أكيد راكم راح تحسوا بالفرق الكبير في راحتكم، في تدبيركم لنفسكم، في تدبيركم لأموركم ولمطبخكم وتنظيم وقتكم. ما تخليوش الفكرة هكذا حبر على ورق، طبقوها خياتي، طبقوها وشاركوني بتجاربكم في التعليقات. وكل وحدة تقول لي إذا أخرج عليها جدول الوجبات اللي مديتوا لكم ولا لا، وإذا استفدتوا ولا ديتوا أفكار راح نزيد نطبق معاكم ولا نزيد نشارك معاكم الجدول الأسبوع اللي أبقى لي. إذا روماركيتو خياتي كمية اللحم ما خدمتش بيها كامل، راه بقى لي شويه شاورما، بقى لي شويه تاع دجاج مازالوا في الكونجيلاتور باش نكمل بهم ال10 ايام الاخرى. يعني ماشي طيبي كل حاجه في 10 ايام الاولى ومن بعدين تحصلي عارفي كيف تقسمي وعارفي طيبي وتنوعي بين الخضره وبين بين كارانتيكا، بين المملحات، بين الخضر، بين الفواكه، يعني عارفي كيفاش تنوعي بهذا ما يملوا وانتي ما تملي والزوج ما يمل. واش نقول لكم خياتي، تهلاو لي في رواحكم، نلتقي في فيديو جديد بإذن الله. دمتم في أمان الله وحفظه، مع السلامة خياتي، باي باي.